عامر، دعني أبدأ معك من الكمين الذي نفذته قوات النظام في بلدة محجة اليوم. كيف تم ذلك ولأي فصيل يتبع المقاتلون الذين استشهدوا؟ نعم أخي الكريم، تم استهداف عدد من المقاتلين من أبطال الجيش السوري الحر أثناء توجههم لأحد المعارك في ريف درعا على أوتوستراد دمشق درعا الدولي بقرب بلدة محجة. من قبل قوات النظام أدى ذلك إلى سقوط 10 شهداء بين هؤلاء المجاهدين. حتى الآن لم يصلني معلومات من أي فصيل هم بالضبط من الجيش الحر، لكن تم التأكد من وقوع 10 إصابات وتم استشهادهم نتيجة استهدافهم من قبل قوات النظام. عامر، دعني أسألك عن آخر التطورات العسكرية ضمن معركة وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. هل من تقدم للجيش الحر في المنطقة؟ أخي الكريم، طبعا قوات النظام ما تزال تحاول بشتى الوسائل اقتحام دير العدس وأيضا كفر شمس، لكن الآن بالتحديد على دير العدس قوات النظام ما تزال تستخدم تعزيزات كبيرة لاقتحام هذه البلدة. تقدمت بها مؤخرا، لكن الجيش الحر قام بإعادة إرجاعها إلى الأماكن التي بدأت منها إلى دير البخت، وتم تحقيق إصابات مباشرة في صفوف قوات النظام. كما ذكرنا عبر صفحتنا الرسمية، هناك أعداد كبيرة من قتلى قوات النظام تم مشاهدتهم في مشفى الصنمين، وأيضا هناك المشفى كانت عن هذا. مكتظة بالجرحى والقتلى. م- ما هي حيثيات الخبر؟ أين تم استهداف هؤلاء وهل لديك معلومات؟ نعم أخي الكريم، طبعا يتوزع قتل النظام ما بين معركة قرفة ومعركة دير العدس الحاصلة في ريف درعا الشمالي الغربي. هؤلاء القتلى تم استهدافهم في معركتي قرفة وأيضا معركة دير العدس بريف درعا الشمالي الغربي. إذا عامر الحوراني، مراسل صف إعلامي حوران المستقلون، كنت معنا من درعا. شكرا جزيلا لك.